هو احنا فعلا مش بنكذب؟ هو احنا فعلا بنقول الصدق؟ سؤال كل الناس هتقولك نعم احنا فعلا ما بنكذبش، وكل واحد فينا بيقول الصدق. والواحد منا يعني لو راح قالك انا كدبت مرة ولا مرتين، يبقى كده وصل لمرحلة الصراحة مع النفس، مرحلة الوحش. ولكن تعالوا كده نراجع الكلام ده، هتلاقي ان الصدق اصلا شيء نادر جدا. والله، وان الانسان بيكذب من اول ما بيصحى من النوم لحد ما يرجع على السرير، بل بيكذب ساعات من غير اصلا ما يفتح بقه. هتروح انت اكيد تقولي طب وايه دليلك على الكلام ده؟ هقولك ده انا هقولك دليل واحد، ده انا هقولك ادله كتير. مثلا الراجل العجوز اللي بيصبغ شعره علشان يبان اصغر، كذب. والست العجوزه اللي بتحط مكياج عشان تبان لك شابه، كذب. والباروكه على راس الاصلع، كذب. وطقم السنان في بق الاتهم، كذب. والمشدات حوالين البطن، كذب. والمكياج اللي انتي بتحاولي تحطيه عشان تشيلي التجاعيد، كذب. والبودره والروج والكحول والرموش الاصطناعيه كلها كذب هي كمان. كده والإنسان لسه ما اتكلمش. لما بقى الإنسان يتكلم ويقول صباح الخير، وهو أصلا بيقولها عشان العرف بيقول كده، مش عشان فعلا صباح الخير. والإعلام بقى كله كذب في كذب، لما يقولك السجاير مفيدة، ولما يجيب لك لاعب كرة قدم ماسك لي سجارة عشان هي مفيدة، برضه كذب. هو أصلا ما شافش سجارة في حياته لاعب كرة القدم ده. آخر كده الإعلام كله على بعضه كذب، والإعلانات طبعا كلها كذب. تعال بقى في حتة اللي كلنا يعني بنخاف نتكلم فيها، في المسجد. تلاقي مثلا 90% من المصلين بيصلوا هم أصلا مشغولين في دماغهم بمصالحهم في الدنيا. للأسف ما بقوش يصلوا لربنا، بقوا يصلوا لمصالحهم. رمضان يا سلام، ده بقى ليه حولة واحدة أصلا. شهر الصيام مرة واحدة بقى شهر الأكل والحلويات والمخللات والمقبلات والكنافة والبسبوسة والقطايف. يا سلام يا سلام. بل إن استهلاك اللحمة بيزيد الضعف في شهر رمضان بشكل علمي. ده حتى ساعات الإنسان بياكل وهو أصلا شبعان، يعني كدب برضه. وايه الحل؟ ايه الحل بتاع كل الكذب اللي احنا لو قعدنا يعني نقول كمية الكذب اللي الانسان بيكذبه مش هنخلص اصلا؟ بجد مش هنخلص. انا يعني ممكن اديك امثلة فوق ده 10 مرات. هو اللحظة اللي بيتقطع فيها النور في مصر لمدة ساعة ولا ساعتين، النور بيكون قاطع، مفيش نت ولا تليفون ولا في ناس، تكون قاعد على كنبة مفيش حد في الأوضة، كل حاجة مش شغالة. اللحظة اللي انت بتفتح فيها الخط عشان تكلم نفسك من غير ما تكون خايف ان في حد بيسمعك. لحظة الصدق الوحيدة اللي موجودة في حياتنا. لما تقول لنفسك انا ما بصليش بخشوع بقالي فتره، انا لازم اركز في صلاتي لان انا بصلي عشان ربنا. اللحظه اللي هتسيب فيها كل حاجه وتمسك القران، الكتاب اللي فيه كل الحقائق من غير كذب. اللحظه اللي هتحاول فيها تكتشف الحقيقه بجد، حتى لو كانت حقيقه الكذب نفسه. اللحظه دي اللحظه اللي انت هتقوم تتوضى وتصلي علشان انت بس بتصلي لربنا، مش عشان حتى في امنيه في بالك عايز تدعيها له، بس بتصلي عشان تصلي. اللحظه اللي في بجد هتمسك فيها القران عشان انت عايز تقرا قران بس مش اكتر. اللحظة دي اللحظة اللي أندر من الألماس نفسه، بجد اللي هتحل كل مشاكلك حرفيا. بس كل حاجة حواليك، كل الناس، كل شيء بيدور في العالم، بس مش عايزك تعيش اللحظة دي، لأنه هو عارف إن أنت لو عشتها هتحل كل المشاكل اللي أنت عايش فيها، اللي هو أصلا بيتاجروا بالمشاكل دي. أشكر مصر على انقطاع الكهرباء كل يوم لمدة ساعة أو ساعتين في بعض المناطق، لأن اللحظة دي خلت ناس كتير قوي تفوق من الظلام اللي كانوا عايشين فيه. ففعلا بجد بجد حلو ان الكهرباء بتقطع عندنا في مصر، ده جميل. يعني بعد كده لما تقطع عندك استغل الفرصة دي انت تقعد مع نفسك شوية، بس افتح الخط على نفسك وافهم ايه اللي بيدور حواليك، بس كده. متنساش تصلي لك ركعتين بخشوع بجد، عشان انت بجد هتحس بشعور كأنك في عالم آخر. وادعيلي بقى في الآخر وانت بتصلي، ما تنسانيش يعني، ادعيلي. وشكرا.